السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل خير وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد جامد جدا. هنعمل مع بعض الكباب الكوابري، او الكباب الناشف، او كباب الاكابر، يعني زي ما بتسموه. هنعمله النهاردة حلو جدا، والاكلة دي حلوة جدا وكمان اقتصادية وموفرة. هقول لكم في الفيديو ازاي هتبقى موفرة واقتصادية معايا. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف الاكلة بتاعتنا النهاردة. معايا هنا بصل اخضر، ومعايا قرن فلفل، ومعايا 3 ربط خضرة او 3 حزم من الخضرة. معايا حزمة كزبرة وحزمة بقدونس وحزمة شبت. ما بتحبيش الكزبرة حطي حزمتين بقدونس بدل الكزبرة. وكده طبعا انا نقعاهم في مية وخل. طبعا ما تقطعيش الخضرة وبعد كده تغسليها لانها بتفقد القيمة الغذائية بتاعتها. بننقعها ونغسلها كم مرة وبعد كده بنقطعها. ودي معايا هنا، معايا معلقة فلفل اسود، ومعلقة بهارات، ومعايا معلقة ملح، ومعلقة ملح صغيرة خالص، ومعايا راس توم صغيرة، وبيكنج باودر، ومعايا ربع كيلو لحمة. هي موفرة علشان هنعملها بربع كيلو لحمة بس، وهيطلع معانا كيلو من الكباب. يعني بربع كيلو لحمة هنطلع كيلو من الكباب، يأكل أفراد العيلة كلها. وهيبقى بجد هيفرحوا بيه، يعني هيبقى طعمه جميل جدا ويكفي، يعني هيعمل وجبة يعني 100%. يعني كده أنا حطيت التوم وحطيت البهارات، وحطيت اللحمة، وهحط عليها البيكنج باودر. البيكنج باودر ده فايدته، لسه بحط البهارات معاكم كده، يبقى انا حطيت التوم وحطيت اللحمه وحطيت البيكنج باودر وحطيت البهارات والتوم معاكم اهو. فايده البيكنج باودر ده ان هو الكباب بيخلي الكباب بتاعي مش مكتوم من جوه، بيخليه هش، وكمان بيخليه يمسك معاكي، بيساعد ان هو يمسك معاكي ما يفكش منك. كده بعد ما اللحمه اتفرمت كويس، انا بوريكم كده يا حبايبي. بنسيبها هي مفرومه طبعا، بس يعني بخليها تلف كام لفة مع نفسها كده علشان تبقى بتلزق كده معايا. هحط بقى الخضرة والبصل، ما احطهاش كلها مرة واحدة، يعني شوية بشوية كده، والف والكبة تلف شوية بشوية علشان ما تقفش معاكي، لغاية ما تخلط بقى اللحمة بالخضرة بالبصل بالحاجات بتاعتي دي. وطبعا لو ما عندكيش بصل اخضر تحطي بصل ناشف، بس بما ان دلوقتي البصل الاخضر متوفر، فبدي يعني نعمله بالبصل الاخضر، وبعدين بدي ريحة جميلة جدا للكباب بتاعي. بعد ما خلطناهم بقى هسيبهم يتخلطوا مع بعض كويس جدا، وهبدأ بقى اعمل الدمعة بتاعة الكباب بتاعي او التخديعة بتاعته. حطيت طبعا شوية زيت، واحط معلقة سمنة. دي البصلة انا مقطعة بصلاية كبيرة، حطيت شوية زيت صغيرين ومعلقة سمنة، ونزلت البصلاية كده مقطعاها قطع صغيرة. هديها بس يا دوب لون اللي هو الذهبي الحلو ده، متغمقش معايا كده زي ما انتم شايفين. هننزل بقى عليها بالطماطم دلوقتي. ديت طماطم انا مخزناها، ان شاء الله اعمله لكم في فيديو ان شاء الله تخزين الطماطم عشان نخزن لشهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. فدي انا مخزناها. لو ما عندكيش طماطم متخزنه ممكن تفرمي طماطم عاديه وبتنزليها على البصلايه برضه. حطيت معلقه بابريكا او فلفل احمر، واحط معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل اسود، واحط كمان مكعب مرق الدجاج. طبعا ما تحدقيش قوي لان احنا هنحط مقدار الميه او مقدار الشوربه، يعني مقدار بتاع الكباب بتاعي. ولو عايزه ملح تاني يبقى نحط. كده خلصت كده، هسيبها بقى تتسبك شويه. طبعا مش هتاخد تسبيك كتير لان انا مسبكاها اصلا، يعني تفك كده وتتسبك تسبيكه بسيطه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ده الرز بتاعي طبعا انا غسلاه كويس جدا وسبته يصفى، دي اهم حاجه. ودي لحمه الكباب بعد ما فرمناها. هنحطهم على بعض بقى ونغلف بقى اللحمه بالرز كويس جدا. ندعكم في بعض كده كويس جدا لغايه ما كلهم يدخلوا في بعض يعني، علشان بقى نبدأ نكبب كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا في اللحمة لازم تكون جزار مضمون، يعني تروحي للجزار تقولي له انا عايزة لحمة للكباب، ويا ريت كمان لو في لحمة جملي بتبقى تحفة في الكباب. بس انتي بتروحي للجزار بتقولي انا عايزة لحمة مخصوص للكباب، علشان مش بعد ما تتعبي التعب ده كله وتيجي تعملي والكباب يفك منك.
كده يا حبايبي حطيت معلقتين دقيق علشان برضو يساعد ان الكباب بتاعي يمسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كده التخديعه بتاعتي او الصلصه بتاعت الكباب بعد ما اتسبكت كويس هنزل عليها بمقدار الميه بقى. اهم حاجه في ميه الكباب ولا تبقى كتيره ولا تبقى شويه صغيره، يعني مثلا المقدار بتاع الكباب بتاعي ده هحط كوبايتين كبار ميه. لو عايزه تزودي شوربه بتزودي برضو كبشه شوربه كده. ده الكباب بتاعي بعد ما كببته. ايه رايكم؟ وممكن كمان في الوقت ده ممكن تحطيه في طبق فل وتخزني له رمضان، هيبقى جميل جدا. هتطلعيه في رمضان يا دوب تعملي الدمعه بتاعته وتنزليه في الدمعه، يبقى جميل جدا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. كده انا هنزله بقى في الدمعه بتاعتي بعد ما الميه غليت كده. طبعا الحدق مظبوط وكل حاجه، فهنزل الكباب كده على طول. ممكن كمان بدل ما تعمليه كده ممكن تسيبي ده يغلي وكل حاجه وتحطي الكباب بتاعك في حله تانية، ترصي شرايح بطاطس وبعدين ترصي الكباب عليها وبعدين تسقي بالشوربه بالدمعه دي. يعني في طريقتين قدامك وانت اختاري الطريقه اللي تعجبك. حطيت شوربه كده زي ما انتوا شفتوا، زي ما انا قلت لكم ممكن تحطوا شوربه. لو مش عاوزه شوربه وهي بتكتفي بالميه بس، على حسب راحتك. هنزل بقى بالكباب بتاعي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انا قلت لكم دي اكله حلوه جدا واقتصاديه وموفره، يعني بربع كيلو لحمه هيعمل معاكي كميه كبيره جدا تكفي العيله، وكمان طعمه حلو جدا بجد. جربوه بطريقتي، اهم حاجه تمشي معايا بالخطوات بالظبط علشان يطلع معاكي احلى كباب. وطبعا كباب الكوابريه ما ينفعش تاخديه غير من الكوابريه، وبما ان انا كوابريه فاكيد يعني مضمون معايا 100%. امشي معايا بالخطوات بس وان شاء الله تبقى استاذه في عمل الكباب الكوابري. طبعا انا بوريكم دلوقتي انا كببته ازاي. طبعا انا كببت الكميه وسبت كميه صغيره اوريكم بس يعني طريقه التكبيب كده. طبعا طريقتها سهله جدا، ما باخدش وقت خالص، بتكوني خلصتي. زي ما انا قلت لكم ممكن تعملوا كميه كبيره وتخزنوا منها في اطباق فل كده. بتكببيه وتحطيه في الاطباق الفل وتحطيها في الفريزر وتطلعي منها، تعملي على طول تعملي الدمعه وتسقطيه وتاكلي. الف هنا وشفا. وممكن كمان تعملي الخلطه في الكبه زي ما انا عملتها وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر وتبقي تطلعيها تعمليها بالرز وتسويها برضه هتبقى جميله جدا. كده يا حبايبي بوريكم برضو، بقرب الكاميرا كده علشان اوريكم بس طريقة التكبيب. زي ما قلت لكم سهلة جدا. انا بحب الكباب تبقى الصباع صغير قوي كده، بيبقى جميل جدا في الاكل. في ناس بتكبره خالص، يعني حسب ما انتي حابة، بس انا بحبه بيبقى صغير كده بتبقى جميلة خالص، لانه بعد ما بيستوي بيكبر شوية كمان عن كده فبيبقى جميل خالص. يا ريت بقى اللي يجرب الاكله دي يكتب لي في الكومنتات ايه رايه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتدعوا لي في الكومنتات. كده حبايبي انا بعمل كام صباع قدامكم كده برضو علشان تعرفوا الطريقه. يا ريت بقى لو كنت وصلت لغايه هنا وما اشتركتيش في قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسيش طبعا الكومنت الجميل بتاعك. ويا ريت لو عايزين اي وصفه اعملها او اي حاجه اعملها تقولوا لي برضو وانا عناية ليكم. كده حبايبي ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى قولوا لي ايه رأيكم بجد. شكل الطبق عامل ازاي؟ بجد يفتح النفس وريحته جميلة جدا 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 وطعمه كمان احسن. وطبعا مش دي كل الكمية، في قد كده كمان مرة كمان زي ما انا قلت لكم بيعمل كمية كبيرة جدا وبجد طعمه خيال، طعمه حلو جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله جامد جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.